لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لە وانەی 320 لەوانەکانی تەفسیری قورئان پیرۆز بێم و خزمەتتان و بەستی ڕەزامەندی خوای گەورە و هیوادارم ئەوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بەڵێ خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە لەو ئاتەش باز لەو ئاتە و لە دوو ئاتی دواتر باز لەو ئافرەتانە دەکا کەوا ناکرێ پیا و بیان خوازی، واتە باز لە ئەو ئافرەتانە دەکا کەوا حرامە پیا و داخوازیان بکە و بیان خوازی. یەک لەوانە کەوا لە سەرتادا باز دەکە وەلا تەنکیحوا ما نەکەح آباؤکم من النساء إلا ما قد سلف، واتە ئەو ئافرەتانە مەخوازن کەوا بابتان ئەوانی خواستە بوو، کەواتە ناکرێ کەسێک زرداچی خۆی بخوازی کە لە جاهیلیەت ئەو شتایان دەکرد. پاشەوەی کە باب دەمرد ئەگەر ئەو کوڕە بابن کوڕی ئەو بابەی زرداچی هەبووایە ئەوە دەبوو مولکی ئەو بەخۆی دەیخوازیان بە مێردی داوم. ئیتر ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ئەو ئافرەتانە مەخوازن کە بابتان ئەوانیان خواستە بوو ئیلا ئەوەی کە ڕۆی ما قد سلف، ئەوەی کە ڕۆی لەبەر ئەوەی لە پێش هاتنی ئیسلام و حاڵتە وارد بووە کە وارد بووە ئەوەی کەوا ئافرەتەکی خواستێ کەوا خێزانی بابی بووە لەو حاڵتەی هێشتا مسلمان نەبوو، ئەوە گوناحی لەسەر نییە، بەڵام پاش ئەوەی کەوا مسلمان بوو ئەو کەسە زانی حکمی ئەو حاڵەتەی حرامە دەبی لی جیابیتەوە. إلا ما قد سلف، کەواتە إلا ما قد سلف معنای ئەوە نییە کەوا ئەوەی لە پێشووتر ڕوویدایە بەردەوام بینە، ئەوەی لە پێشووتر ڕوویدایە گوناحی لەسەر نییە لەبەرەوەی نەیزانیە هێشتا مسلمان نەبوو یاخود ئیسلامەتی پێنەگەیشتیە یاخود ئەو حکمەی نەزانێ، بەڵام دواتر کە زانی گوناحی ناگاتێ ئەوەی کەوا لە ڕابردووە، بەڵام دەبی لێشی جیابیتەوە. إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، کەواتە خواستنی ژنی باب واتە هەر کەسێک زرداچی خۆی بخوازی فاحشەیە و مەقتە وساء سبيلا. وەکو زانان دەفەرمون مقت هو عبارة عن بغض مقرون باستحقار. مقت سيا واتا رق لێبوونەوەیەک کەوا کەمێتیشی تێدا بێ، واتە سوکاتی پێکردنیش تێدا بێ. یاخود بەنسبەت خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە عینی کەلیمەی مەقت بەکارهێنا لە بۆ بەندەکانی لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله، دەفەرمون المقت أشد الغضب، کەواتە مەقت واتە تونترین غەزەب لای خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە. ئیتر خوای گەورە دەفەرمی خواستنی زردایک فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تفرمي أعلم أن مراتب القبح ثلاث: القبح في العقول وفي الشرائع وفي العادات. كواتا شتيك دلين قبيحة سي مرتبة هي، هندك شتي تنها لعقل إنسان وبعقل إنسان قبيح ناشرين، هندك شتي للشريعة ناشرين، هندك شيء لعادتي خلشي لعرف عادتي خلشي ناشرين. فقوله تعالى إنه كان فاحشة إلى إشارة إلى قبح العقلي، كواتا كسيك زرداج خوي بخوازي أو حرب ميشكو عقل إنسان شتش قبيح ناشرين وقيزونا. ومقتا إشارة إلى القبح الشرعي، كواتا فاحشة هر عقل إنسان بشتيشي كم قيزوني تيدقا. مقتا وكوت ما أشد الغضب للآن خواي قولك كواتا وقباحتش الشرعية. وساء سبيلا قباحتك خرابترين ريقايا لأنه عرف وعادتي خلشيش، خرابترين ريقايا لأنه عرف وعادتي خلشيش. ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح. كواتا أوا هر شتيك وابقات أو حديك هر سيشتي لتدا كوبيتو، كواتا لو حالتي أو طريقة باحته أو طريقة باحته لروي عقله ولا روي شرعه ولا روي عرف وعادات خلشي. ابن كثير رحمة الله عليه
فمن تعاطى هذا النكاح بعد ذلك أي استباح تعاطيه هر کەسێک پاش ئەو حکمە پێگەیشت کەوا نابی کەسێک زەرداچی خۆی بخوازی لە پاش ئەوەی کەوازانی حرامە هەر بچی ئەنجامیدا و پێی وابی اعتیادیە فقد ارتد عن دینه ئەو کەسە هەڵدەگەڕێتەوە لە دینەکەی فيقتل دەشکوژرێ ويصير ماله فيئا لبيت المال. طبعا ئەگەر حکم ئیسلام بی ئەو کەسە بزانی ئەو شتە حرامە ئەو جا بچی ئەنجامیشدا پێی وابی ئاساییە ئەو کەسە مرتد دەبیتەوە با بڵێن دەشکوژرێ و ماڵەکەشی دەبیتە غەنیمە لە بۆ بەیت المالی مسلمانان لەسەر چ ئەساسێک لەسەر ئەو حادیسەیەکەوە نەسائی و ئیمام ئەحمەد ڕواتیان کردێ لە بەڕای کوڕی عازەب خوای لە ڕازبی دەفەرمی مر بي عمي الحارث بن عمرو رضي الله عنه معه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم. ضلي مامم حارثي كوري عمر بلام دارويش لواچ لدزبو وتوكو مفرزيك درتسبو كبيان صلى الله عليه وسلم ناردبوي فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم. بيان صلى الله عليه وسلم أتوي برو چندر ناردي لبو تسكاريك دروي دفرن بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه. بيان صلى الله عليه وسلم أمني ناردي لبوي بتسملاي بياويك كوا خيزاني بابي خوي خواستي وتزرداش خوي خواستي فأمرني أن أضرب عنقه فرماني بيكرديما كوا لقردني بدم وآخذ ماله وهلوا فرماني بيكرديما كوا مالكشي دس بسد بقرم إتر فعلا أو بالنسبة أو كسي كوا زرداش خوي دخوازي لباشوي كوا بزاني حرامة باش أنا زخواي قول لو آتي دواتريش سيزده صنف لأصناف كان دفرمي حرامة بيان خوازن یەکەمیان ئەوە باسی کرد پاشان لێرە سێزدە صنف باز دەکا حرمت عليكم واتە لێتان حرام کرا طبعا هەر خوایە وەکو لێرە و لە چەندین جێگای دیکە فەرموویت و باسیشمان کردێ لە تەفسیر لە وانەکان ڕابردوو خوایە حەقی حەلالکردن و حرامکردنی هەیە حەلال هەر ئەو حەلالەی کە خوا حەلالی کردێ و حرامیش ئەو حرامەی کە خوا حرامی کردێ لە بۆ هیچ کەسێکی دیکە غەیری خوا سبحانه وتعالى و پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم نییە كوا شتێک حلال بکە و شتێک حرام بکە هیچ قیمەتیشی نیە لە بۆ ئەو قوانینە وەضعیانەی کەوا بغير ما أنزل الله. حرمت عليكم أمهاتكم ليتان حرام كرا دايكتان كواتا دايك ودابير أو دابير دايشي دايك وهروا دايشي باب أو أنا هموي أمهات حسابه هرتسنده وكو دلي أجر برو خوارتيز بروا وبناتكم صنفي دوم واتا لفروع واتا كتسكاني خوتان أو زا كتسي كتستان كتسي كورتان وإن نزل كواتا هموي حراما دايكتان واتا دابيرشتان أجر هرتا سروج بروا كتسكانتان كتسي خوت كتسي كتست كتسي كرد هموي لتان حرامة وأخواتكم وهروها خشككانتان حرامة خشككانتان حرامة أو جا خشكت بي لدايك باب كبيدو قوتري الأخت الشقيق ياخد خشكت بي تنها لباب ياخد خشكت بي تنها لدايك هموي لت حرامة وأخواتكم وعماتكم عما واتا بلكت واتا خشتي بابت واتا خشتي بابت كواتا أويشان بهماشي ولت حرامة وخالاتكم واتا بلكر لاني دايكت واتا خشتي دايك كواتا بلكر لجهتي بابت لجهتي دايكت كواتا مثلا بلكر بابن خشتي بابت بي كواتا أديقر أفرتك بلشي بابت بي أوش هالحرامة بهماشي كواتا بلشي مباشر ياخد أو إلى دوات رجدي بلشي باب وبلشي دايك عن لتان حرامة وبنات الأخ وهروها كتي براكانتان وبنات الأخت وهروها كتي خشككانتان طبعا أوانج مثلا كذا فرمي كتي براتان واتا كتي براشتان بهماشي وهرسان دابزيك كتي خشكتان كتي خشكتان تقول بي خالي وانو مامي أوان هموي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أو آفرتاني كواد ابن دايكتان لا بشير وأمهاتكم من الرضاعة واتو آفرتاني ابن دايكتان للاني رضاعتها وتشيريان دايتنجو طبعا ليلة عندك بيش بتفصيلاتها پیام صلی الله علیه وسلم لحديث ذاك وبخاري مسلم امام احمد رواتي كرديا عروي كوري زبير دجرتو دفن پیام صلی الله فرموي لحديث دريج دا او كما بس معنا فانه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب
يعني بنسب سد لي حرامة مثلا استاتو كدايك كتير بابك كتير أو كنسب لي حرام دبيتن مثلا خشتي دايك وخشتي باب وهروا خشتي خوتو إلى آخر بوشو يوكل آت كان فيش باسكر لنسبش بهمان شو أو كوا بنسب لي حرامة لرضاعش بهمان شو لي حرام واتأجر شيري آفرتك تخواست بهمان شوا أو كوا بابلين لا علاقة لقلوا آفرتي مثلا كتي أو آفرتي وكودي باسي دكاتن خشتي أو آفرتي دبيت بلكد بياوي أو آفرتي يتربها ماشي وأواني كواب لنسب ليت حرامة عيني برضاعة وبشير خواردنش ليت حرامة يعني كاتك وشيري آفرتك خوار أو آفرت بتدايكي تو كواتا وكو دايتي خود تنكز لجهتي داكتو ليت حرامة عيني لجهتي آفرتش ليت حرام دبي كواتا وقاعدة شيء عام باشان درباري أويك وكل حديث مسلم داهت أم فضل بنت الحارث جرتو دفرمي دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي أعرابيك هات لا بيان صلى الله عليه وسلم لكاتك ذا بيان صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة يا فرمي يا رسول الله أمن خيزانك مهبو فتزوجت عليها أخرى آفرتي شي ترم هنا لسر أو آفرته فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين دلي خێزان یەکەم گوتی ئەو خێزانەی دووەمت جارێک یان دوو جار لە شیری منی خواردیە واتە وەکو کچی منە کۆت و دەیخوازی فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتين لا رواياتك لا تحرم الرضعة أو الرضعتين أو المصة أو المصتان كواتب يعني صلى الله عليه وسلم فرموي بجارك ودوجار نابت محرم بجارك ودوجار نابت محرم علاج واتا أو من ذلك بابلين سنجي وآفرتي دمجي أو علاج بيقوتري ياخد مصة واتا دمجي بهماشا كواتا ليرش حكمك من بدس دكوي آية بتسنزاري أو كسيكوا شيري آفرتك دخوا دبيت من دالي ويو أويش دبتدايش شيري آية بزارك دوزار نخير ببين زاري تواو بتيري بخواتن أو زا أو من دالة دبيت دايتشي أو من دالة دبت كوري أو آفرته أو آفرته دبت دايتشي شيري أو كرو هم أحكام كان لسر زيبد بلان بزارك ودو زار وسي زار وتسار زاريش زيبد زي نابتا وكولو حديثك واباس ماكر لحديث الشيخ وإمام مسلم الترمذي رواياتان كده عائشة جرتو دفرمي كان فيما أنزل من القرآن بيشتري أو القرآن دابزي ب10 رضعات معلومات يحرمنا أو دابزي بكوا دجاران شيري كسيك بخواتوا من دالك شيري آفرتك بخواتوا أو زلي دبت محرم ثم نسخنا بخمس معلومات باشا نسخ بو با آياتش تركوا باز دويت كوا بين زاران شيري بخوا حرام دبلي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يتر أو أخير شد بودابزي وتدرباري أو كوا تنزاران بتنزاري حرام دبيتن أو بو كواي كم زار دزار بود و بپین زاری پیش صوص مدرسر أو فاتي كر هش تهندي كس أوان دخين دوا طبعا أواش 5 رضعات حكم كيما وبلام لفظكي نسخ بوا حكم كيما ولفظكي نسخ بوا وأوش بابرين جمهوري صحابة وهروها تابعين لسرنا وكودلي إجماعي لسرة بپین زار شير خواردني تير أو من دالة دبيتا كوري أو جنو أو جناش دبيتا دايتشي شيري تالي داشتيش كجدي لا حديث كوا إمام الترمذي رواه أم سلمة جرت فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام كواتا دفرمي أوش لي رقيد يشكل لي إسفاد ذاك لو حديثة كواتا أو شير خواردنا أو كاتا اعتبار لو ذكري أو بينزارة أو بتنكوا فعلا أو من دالة بوجبتشي غذائي وري بقري معناه حديثك ما فتق الأمعاء بالضبط أو ها ليش الدنوزانان أي الذي شق أمعاء الصبي كالطعام ووقع منه موقع الغذاء وذلك يكون في أوان الرضاعة كواتا ما فتق الأمعاء واتا خواردني شوابي هندش شيري بخواتن وكو باشا خواردن وزما خواردن يك بيخواو استفادة ليبكا في الثدي واتا وهو لغة معروفة إن العرب تقول مات فلان في الثدي أي في زمن الرضاع كواتا واشهر بالقيل سروي لزمن يك بيخواتن كواهشتا زمن الرضاع بيقول وكان قبل الفطام أي في زمن الفطام الشرعي صلي ده ما بس تيه
واتە ئەو کاتە ئەو پێنجوەز بە شیرە ئاعتیباری لۆ دەکرێت کە ئەو منداڵە خواردبی هێشتا عمری نەگەیشتە 2 ساڵ چونکە فیطامی شەرعی ئەو هەندەیە والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين کەواتە منداڵ لە بۆ هەیە 2 ساڵی کامل شیر بخوا لە خلالی 2 ساڵان ئەگەر شیری هەر ئافرەتێکی خوارد 5 وەزبەی تەواوی خوارد ئەوجا ئەو منداڵ دەبیتە کوڕی ئەو ئافرەتەی لە شیر ئافرەتەکەش دەبیتە دایکی بەڵام ئەگەر لە 5 وەزبە کەمتر بوو نابیتە کوڕی نابیتە منداڵیوی ئەگەر لە 5 وەزبەش زیاتریش بوو بەڵام لە دوای 2 ساڵی بوو عینی تەسیری نییە و نابیتە کوڕیوی و ئەوش نابتە دایکیوی ئیتر ئەو ئەحکامانە پێویست باز بکرێتن لە دوایویش چەند سنفێش کە خوای گەورە باز دەکاتن بەڵام لەبەر تەواوبوونی کات لێرە دەوەستین بە پشتیوانی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو دێن و خزمەتە و ئاەتە و ئەوەی کەمایە باسی دەکەین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.